السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. نقدم اليوم لكم ملخص لكتاب أي شيء تريده، تأليف ديريك سيفرز، تقديم محمود جمال من قناة كتب مسموعة لكل الأعمار. ولا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمحتوى ليصلك كل جديد. إن الكتاب يمكن تلخيصه في 3 جمل، هي: إن العمل لا يتعلق بالمال، إنما يتعلق الأمر بتحقيق الأحلام للآخرين ولنفسك. كذلك إنشاء شركة هو طريقة رائعة لتحسين العالم مع تحسين نفسك. ولا تفعل أي شيء من أجل المال فقط. أما الأفكار ال5 الكبرى من الكتاب، وهي: أولا، لا تتابع الأعمال لمجرد تحقيق مكاسبك الخاصة، فقط قم بالرد على مكالمات المساعدة. والفكرة الثانية من الكتاب هي: يأتي النجاح من التحسين المستمر والابتكار، وليس من الترويج المستمر لما لا يعمل. والفكرة الثالثة من هذا الكتاب تقول: لست بحاجة إلى المال لبدء مساعدة الناس. أما الفكرة الرابعة هي: الهدف الحقيقي من فعل أي شيء هو أن تكون سعيدا، لذا افعل فقط ما يجعلك سعيدا. والفكرة الخامسة هي: عند اتخاذ قرار بشأن القيام بشيء ما، إذا شعرت بأي شيء أقل من رائع سيكون ذلك مذهلا إطلاقا، والجحيم نعم، ثم قل لا. ومن هنا نبدأ في تلخيص هذا الكتاب الرائع أي شيء تريده، وممكن تلخيصه في بعض النقاط. أولا، لا تكن على فراش الموت يوما ما بعد أن أهدرت فرصتك الوحيدة في الحياة ومليئة بالندم، لأنك سعي وراء القليل من اللهاءات بدلا من الأحلام الكبيرة. وإن العمل لا يتعلق بالمال، إنما يتعلق الأمر بتحقيق الأحلام للآخرين ولنفسك. وإن إنشاء شركة هو طريقة رائعة لتحسين العالم مع تحسين نفسك. وعندما تنشئ شركة فإنك تصنع مدينة فاضلة، إنه المكان الذي تصمم فيه عالمك المثالي. كذلك لا تفعل أي شيء من أجل المال فقط، ولا تتابع الأعمال لمجرد تحقيق مكاسبك الخاصة، فقط قم بالرد على مكالمات المساعدة. كذلك يأتي النجاح من التحسين المستمر والابتكار، وليس من الترويج المستمر لما لا يعمل. وإن خطة عملك موضوع نقاش، أنت لا تعرف ما يريده الناس حقا حتى تبدأ في فعل ذلك. وكذلك يعرض هذا الكتاب إن البدء بدون مال يعد ميزة، لست بحاجة إلى المال لبدء مساعدة الناس. كذلك يشير هذا الكتاب إنك لا يمكنك إرضاء الجميع، لذا استبعد الناس بفخر، واجعل نفسك غير ضروري لإدارة عملك. وإن الهدف الحقيقي من فعل أي شيء هو أن تكون سعيدا، لذا افعل فقط ما يجعلك سعيدا. كذلك يأتي النجاح من التحسين المستمر والابتكار، وليس من الإصرار على فعل ما لا يعمل. وعند اتخاذ قرار بشأن القيام بشيء ما، إذا شعرت بأي شيء أقل من رائع سيكون ذلك مذهلا. ويقول ستيف بلانك: لا توجد خطة تنجو من أول اتصال مع العملاء، وأي وقت تعتقد أنك تعرف ما سيفعله عميلك الجديد. وإن الضرورة معلم عظيم. ولا تنسى أبدا أن كل ما تفعله هو لعملائك. اتخذ كل قرار، حتى القرارات المتعلقة بتوسيع النشاط التجاري أو جمع الأموال أو ترقية شخص ما، وفقا لما هو الأفضل لعملائك.
كذلك يقول هذا الكتاب إنه أمر غير منطقي، ولكن الطريقة لتنمية نشاطك التجاري والتركيز بالكامل على عملائك الحاليين. فقط قم بإثارة إعجابهم وسوف يخبرون الجميع. البدء صغيرا يضع 100% من طاقتك على حل المشكلات الحقيقية لأناس حقيقيين. كذلك لا تنسى أبدا سبب قيامك بما تفعله، واهتم بعملائك أكثر من اهتمامك بنفسك، وستفعل جيدا. وانشئ نشاطك التجاري وكأنك لست بحاجة إلى المال، ومن المحتمل أن يأتي هذا في طريقك. وعندما يخطئ أحد العملاء تذكر 100,000 الذين لم يخطئوا. ويرجى العلم أنه غالبا ما تكون التفاصيل الصغيرة هي التي تثير إعجاب الأشخاص حقا، بما يكفي لجعلهم يخبرون جميع أصدقائهم عنك. وإن هناك فائدة من أن تكون ساذجا بشأن معايير العالم، اتخاذ قرار من الصفر ما يبدو إنه الشيء الصحيح الذي يجب فعله، بدلا من مجرد فعل ما يفعله الآخرون. وفي النهاية يتعلق الأمر بما تريد أن تكون وليس ما تريده. ولكي تكون مالكا حقيقيا للعمل، تأكد أنه يمكنك المغادرة لمدة عام، وعندما تعود سيكون عملك أفضل مما كان عليه عندما غادرت. وثق تماما الثقة الكاملة، ولكن تحقق. تذكر ذلك عند التفويض، عليك أن تفعل كلاهما، ثق ولكن تحقق.